الحديث عن الفنان سعد لمجرد ما بدأ وعاد من جديد مع بدء محاكمته في باريس في التهمة التي وجهت إليه قبل سنوات بضرب شابة واغتصابها في غرفة فندق بعد حفلة له في العاصمة الفرنسية باريس. وصل لمجرد إلى قاعة المحكمة في باريس في اليوم الأول من المحاكمة التي تستمر حتى نهار الجمعة، وكانت برفقته المحامية الخاصة به، وأيضا كانت برفقته كذلك زوجته وديتا العلاقة التي تقف إلى جانبه وتدعمه في العموم. أيضا حضرت الشابة لورا برفقة محاميها. هذه الشابة لورا هي طبعا من رفعت القضية، وتعود أحداث القضية إلى أكتوبر عام 2016، وكانت تبلغ من العمر حينها 20 عاما. في روايتها للقصة تقول لورا أنها لحقت بالفنان لمجرد مع 2 من أصدقائه إلى ملهى ليلي، وفي نهاية الأمسية وبعد شرب الكحول بعد شربهما كليهما الكحول وتعاطي الكوكايين، رافقت سعد لمجرد إلى فندقه في الشانزليزيه. وقتها اتهمته باغتصابها وضربها. وقالت لورا للمحققين الفنان سعد لمجرد وجه لكمة لها حين حاولت صدها، ثم اغتصبها بعد ذلك، فيما كانت تحاول هي دفعه وعضه وخدشه في محاولة للدفاع عن نفسها قبل أن يضربها مرة جديدة. وأوضحت أنها تمكنت من الإفلات منه، وأخبرته أنها ستتقدم بشكوى ضده. أما لمجرد الذي تسانده زوجته بشدة قال للمحكمة أنه يرفض مزاعم الاغتصاب والاعتداء، وأقر بأنه استخدم الكحول والمخدرات من حين لآخر في ذلك الوقت، لكنه توقف منذ ذلك الحين. بالنسبة للورا التي تتهم لمجرد بضربها واغتصابها، قال محاميها جان مارك إن موكلته قوية وعازمة على تحقيق العدالة لطالما انتظرتها ل6 سنوات. هذا مهم جدا بالنسبة لموكلتي، فهي لا تخجل من المحاكمة ولم نطلب جلسة استماع مغلقة. أرادت مواجهة التهم بطريقة علنية وجها لوجه، لذلك نريد أن يعاقب ويدان بالحقائق، وبعد ذلك يمكننا المضي قدما. إنها قوية ومصممة، إنها تريد تحقيق العدالة بعد مرور 6 سنوات من الانتظار. في الواقع كانت الأحداث التي مرت بها صادمة للغاية، وأثر ذلك على علاقتها مع الرجال، لكن لا تزال قوية. الفنان سعد لمجرد معروف بشكل كبير وواسع في العالم العربي، ولديه 14 مليون متابع على انستغرام، فكانت التعليقات كثيرة طبعا على هذه القضية. القضية تقول هيا ارتكبت خطأ توجه الكلام له، وجب أن تحاسب علي بالسجن لمدة لا تقل 20 سنة، وهي قليلة بالنسبة للأذى اللي سببته لهي البنية. كما تقول هيا تغريدة أخرى من ستار أو حساب ستار، كل فترة وفترة بيحكموا، لحد الآن ما عرفوا إذا بريء أم مذنب. أما هيفا تقول هنا اليوم كنا راح نكون واقفين معك وراح ندعي لك من كل قلبنا لحتى يتيسر أمرك. راح طبعا في دعم، رسالة دعم لها، راح تكمل فرحتنا فيك وبراءتك إلى اللي مؤمنين فيها من قبل ما يصدر الحكم. تذكر دائما إنه عندك ناس بحبوك وبفرحوا لفرحك وبيزعلوا لزعلك وواقفين في ظهرك. تغريدة من زكريا هنا، يقول زكريا هذه الأجنبيات تمشي تنعس مع واحد بخطرها، ومن بعد ذلك تقول هكا اغتصبني باش تشوه السمعة دياله وتاخذ فلوس، وهذا الشيء وقع على مندي لاعب مانشستر سيتي السابق اللي اخذ البراءة. تغريدة اخرى من مصطفى
ياخذ 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية كبيرة للضحية وعدم الخروج من فرنسا إلى يوم انتهاء الحكم الصادر عنه، ثم يعيش العدل والقضاء الفرنسي العادل. Les filles qui ont été victimes de quoi que ce soit, manifestez-vous, que ce soit par écrit, que ce soit en envoyant quelque chose, des preuves, des messages, en allant porter plainte, ce que vous voulez. Mais j'ai besoin qu'on m'aide pour mettre cette personne en prison. Sachez que je n'ai pas eu de chance parce que mon nom a été cité par un blogueur dans la presse. Parce que j'étais avec une connaissance de ce blogueur dans la soirée. Donc de suite, ça a fait un scandale autour de mon nom. Mais en France, vous êtes vraiment protégés. Personne ne pourra connaître votre identité si vous portez plainte. Même votre famille peut ne pas être au courant du fait que vous ayez porté plainte pour telle ou telle raison. Rien ne sera médiatisé. Vous n'aurez pas de menaces, vous n'aurez pas de journaux sur le dos, vous n'aurez pas tout ça. Vous serez vraiment protégés. J'ai juste besoin de vous. J'ai besoin qu'on se réunisse tous ensemble et qu'on mette derrière les barreaux parce qu'ils le méritent. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. L'adresse que je vais vous écrire, c'est la mienne. C'est la seule sur laquelle vous devez écrire. Voilà. Maintenant, j'ai dit ce que j'avais à dire et بغيتها كتسلم عليكم حتى هي وكتشكركم، وراه ما كرهتشكم كنتو كاملين معايا صافي. ما درتش عرس غير باش يكونوا الناس عارفين، درنا غير شي حاجه بين فاميليز اللي هي عقد القرار، ودرنا كما كنقولوا حفله وكوميم هكاك. يعني لبست التوكسيدو، لبست هذا البابيون، ومدام دابا وليت كنقول مدام حتى انايا، مدام حتى هي لبست دي روب جوها زوينين بزاف، شي واز فيري بيوتيفول. ونحن ساعد حنعمل لك زفه في الميتافيرس. الله يحفظك. تطلع فكره حلوه. That would be interesting. لا That would be interesting. عرس بالميتافيرس. واو. الزفه واو. بس العرس عليك زفه عليك. بالميتافيرس. يا سو دائما الميساج ديالي كان هو وصلنا حنا العرب ل1 بليون، دخلنا حتى حنايا الليست، ما بقاوش غير امريكا اللي كيوصلوا او لا اللاتينو وورلد اللي كيوصلوا. احتراماتنا لهم، ولكن حتى حنا قادرين نديروا هكاك، وقادرين كاع نديروا احسن من هكا. صحيح العرب صح. ناس عرب في المغرب، يا ربي توحشت نغني لحبابي في المغرب. كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، ولا تنسى أن تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم على المتابعة. إذا أتممت هذا الفيديو فصل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى دعم القناة بزر لايك والاشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله.